إياك والخوف من الفشل. أكبر غلطة ممكن ترتكبها هي إنك تكون خايف من الفشل. الخوف هو اللص اللي لو اتمكن من حياتك هيخليك تخسر كل الأهداف اللي انت عايز توصل لها. مرة كان في واحد اسمه أيوب، كان عنده هدف عايز يوصله. كان عايز يفتح صالة جيم وألعاب رياضية، بس كان الخوف مكلبشه من ايديه ورجليه. لحد ما في يوم من الأيام شاف إعلان على النت، واحد عارض صالة جيم بتاعته هو للبيع، فأيوب قرر إن هو يشتريها. في نفس الوقت أيوب كان شغال في كافيه، بس أيوب كان عايز يستقل بنفسه ويبقى معاه مشروع. فأيوب استشار صاحب الكافيه اللي كان شغال معاه إن هو يشتري صالة ألعاب رياضية. فصاحب الكافيه قال له إن الفكرة دي جميلة ومفيدة كمان، وشجع أيوب إن هو يشتري الجيم ده. فأيوب لما اشترى الجيم، صاحب الكافيه قال له أنا هبقى شريك معاك في الجيم، وفي نفس الوقت أنت هتبقى مدير للكافيه. فأيوب من غير تردد وافق، لأن صاحب الكافيه ده هو الراجل اللي أيوب شغال معاه من سنين. بعد كده صالة الألعاب اللي اشتراها أيوب اشتغلت ونجحت، والكافيه اشتغل أكتر من الأول. ده كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل جهد أيوب، إن هو مستسلمش وواجه وخاض التجربة وما خافش من المواجهة وما خافش من خوض التجربة، وإن هو يروح يشتري صالة ألعاب رياضية ويبقى صاحب جيم ويبقى معاه بيزنس كده خاص بيه هو. وفي نفس الوقت ربنا فتح عليه وبقى مدير كمان في الكافيه اللي كان شغال عامل فيه هو بس. وكمان ما ننسوش فضل صاحب الكافيه، ان هو شجع ايوب وساعده ان هو يجيب صالة الالعاب الرياضية دي، وكمان حفزه اكتر وقال له انت هتبقى مدير في المكان. هتلاقي ممكن مثلا في ناس تانية تقول لك يا عمي خليك على قدك وخليك في شغلانة اللي انت فيها وما تجازفش وما تعملش. الناس دي بص يعني محبطة لأبعد الحدود، فانت لازم تبعد عنها الناس اللي زي دي. فأول حاجة لازم تكسر الشك اللي جواك لما تكون رايح تبدأ حاجة. تكسر الشك اللي جواك اللي بيحس انك انت ضعيف ومش هتقدر على الحاجة اللي انت هتجيبها دي، ومش هتقدر على الهدف اللي انت حددته في دماغك وعايز توصله. لازم تكسر الشك ده وتبدأ في الحاجة دي وتشتغل عليه بجهد لحد ما توصله وتحققه. وكمان لو عايز توصل لهدف معين لازم تبتعد عن الشخصيات اللي بتقولك انت مش هتقدر والهدف ده بعيد عنك وانت مش معاك وانت امكانياتك بسيطة، وتفضل تحبط فيك. الشخصيات اللي زي دي بتبقى هي اساسا قليلة وشايفة نفسها صغيرة، فاستحالة هتتمنى لك الخير وتتمنى انك انت تكون احسن منها، هتتمنى ان انت تكون زيها او اقل منها. بس فالشخصيات اللي زي دي ابتعد عنها وما تمشيش معاها، وامشي مع شخصيات تشجعك زي صاحب الكافيه اللي شجع أيوب ان هو يشتري صالة الألعاب الرياضية ويتغلب على خوفه بس. وفي النهاية انت مش فاشل، انت ما بدأتش اصلا عشان خاطر تفشل، انت خايف، فلازم تغلب خوفك الاول وتبدأ حتى لو انت خايف بس. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.